معايا 4 أخبار للنادي الأهلي. أولهم في ناس اتكلمت وقالت إن لو زيزو فعلا مضى للأهلي هتبقى في كارثة على النادي الأهلي، أو الكارثة الأكبر على زيزو عموما. هيبقى عليه غرامات وحاجات زي كده، والنادي الأهلي برضه هيبقى عليه غرامات لو ثبت إن تم التوقيع مع النادي الأهلي قبل ما يخلص مع نادي الزمالك، قبل ما يخلص عقده. قلنا إن عقد زيزو مع الأهلي خرافي، فلوس كتير. طيب عشان كده حصل اللي هتشوفوه في اول خبر معانا النهارده عن احمد الشناوي حارس المرمى، محمد الشناوي قصدي، حارس مرمى النادي الاهلي. اول خبر بيقول لك الاهلي يرفع عقد الشناوي الى 60 مليون جنيه سنويا بسبب فتنه زيزو. انت متخيل يعني ايه 60 مليون جنيه سنويا في لاعب؟ والله انا مقدر تاريخك يا شناوي وانك كويس وكل حاجه وهو رزقك وكل حاجه، ولكن انت ما تستاهلش 60 مليون. انت ما تستاهلش 30 مليون، ما تستاهلش ال 20 مليون. ما فيش لاعب في مصر اساسا يستاهل اكتر من 10 مليون جنيه. ده كتير، ده كتير عموما يعني. فالاهلي يرفع عقدك ل 60 مليون، طبعا رعايه واعلانات والكلام ده، ولكن انت هتاخد في الاخر 60. كتير جدا جدا جدا، واي حد يقول غير كده ما بيفهمش كوره. ده اولا. بيقول لك لا مكان للعاطفه، الاهلي يحرم السوليه من مونديال الانديه. بصراحة أنا شايفها قصة مش حلوة جدا. عمرو السولية يستاهل يكون موجود في كأس العالم للأندية، أنا شايف ده كويس جدا. معلش هو أفضل من ناس كتير في خط النص، تمام عندك، ولكن إنك تضحي بيه في الوقت ده. مرضيش هو يخرج كبيع واستنى وجدد، وفي الآخر تقول له باي باي مع السلامة، أنا مش هجدد لك، أنت مش معايا في كأس العالم للأندية. شايفها صعبة. شايف إن الفريق اللي تعب معاك ووصل معاك بافراده، ان فجاه واحده هتلاقي ناس في الفريق الفتره الجايه بيتقال لها باي باي، رغم ان هي اللي موصله الفرقه للمكان ده لكاس العالم للانديه، وهي لعبت افريقيا وهي اللي كسبت افريقيا، ويتقال لها باي باي مره واحده. شايفها مش حلوه خالص خالص خالص. وفي لعيبه كتير هتلاقيها بره الكاس العالم للانديه، منهم احمد عبد القادر ممكن ما تلاقوش موجود رغم انك رجعته، بس ممكن ما تلاقوش موجود. انت مرجعه ممكن عشان ما يروحش الزمالك فقط لا غير. لكن عمرو السولية يستاهل يكون متواجد، واعتقد ان ثبت نفسه بماتش اللي نزل اللي فات، رغم انه ما بيلعبش بقاله كتير جدا، ونزل وثبت نفسه اللقاء اللي فات مع الاهلي. آه طبعا هو كان يتمنى يكون موجود في كاس العالم للانديه، ومحدش ما يتمناش، لان بطوله حلوه ليه وكتاريخ ليه، لكن ان نهايته تبقى بالنهايه دي انا شايفها نهايه مش حلوه جدا ولا تقديريه لعمرو السولية بما قدمه طبعا مع النادي الاهلي. الخبر ده عن طريق سيف زاهر. سيف زاهر بيقول الألماني ماركو روزا مديرا فنيا للنادي الأهلي بنسبة كبيرة. طب الراجل ده قاعد بقاله كتير، قاعد بقاله كتير قوي قوي قوي. ليه أجيبه؟ ليه أجيبه بجد؟ ما أنا أجيب فايلر. ما أنا أجيب فايلر ماله؟ الراجل حافظ الفرقة وعارف الفرقة واشتغل مع الفرقة. لكن إن أنا أجيب واحد بشخصية جديدة ولعب جديد ورتم جديد عشان خاطر يلعب معايا في الفرقة، أنا شايف إنها صعبة ومش حلوة. ممكن تكون ناجحه، ما حدش فشلها، ولكن انا بقول لك انت داخل على كاس عالم انديه، ولا داخل من الاخر كده داخل تعمل تشريف، يعني اللي هو تروح تلعب الثلاث ماتشات وترجع وخلاص، ولا داخل تعمل حاجه؟ لو انت داخل تعمل حاجه حاول ترجع اللي كان فاهم الفرقه عندك عشان يقدر يديك صح. لكن ده مش هيدي حاجه، ده لسه جاي يتعرف على الفرقه. فانا مش عارف هل جماهير الاهلي موافقه على الراجل دوت ولا مش موافقه، والراي الفني احسن من الراي اللي هو راي الجماهير وخلاص. لا احنا عايزين راي فني، هل الراجل ده يصلح للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه، ولا نجيب مدرب كان مع الفرقه عموما؟